بسم الله توكلنا على الله. صلى على النبي العالمين عليه افضل الصلاه والسلام. للي مش عارف، ان شاء الله بدانا سلسله فيديوهات جديده بدون انقطاع باذن الله. هننوع فيه فيديوهات مواقف وضحك سواء حصلت معايا او حصلت مع المتابعين، وفيديوهات ضد ناس تقيله في الكوميونتي انتوا اللي تختاروا عايزين نلاعب مين. وسط هذه الفيديوهات وانت قاعد مبسوط باذن الله وبتتسلى، هتلاقيني بشرح لك معلومه برضك هتفيدك في اللعبه او في اسلوب لعبك، فبحلق معاه بقلبك كده عالمي وركز معاه بعينها. ده صاعقه جامبل، اصغر لاعب في كلان الصاعق. تعالى روم يا صاحبي يا منو. في الفيديو ده بإذن الله هعرفك ايه سبب ضياع الايم او ان الهيفار بتاعك ما يبقاش احسن حاجة، وبالدليل قدام عينك. نبدأ الشرح للي مش عايش معانا. تمام، يعني ايه هيفاير؟ هيفاير ده انك بتفايت او بتضرب من غير ما تفتح سكوب. ايه اسباب ضياع الهيفاير؟ 1، البنج مش احسن حاجة. 2، الفريمات مش احسن حاجة. 3، عدم اتقان اساليب الحركة. فلو فريماتك حلوة وبنجك على الرايق، فانت محتاج تظبط اساليب الحركة دي. بتتعمل ازاي؟ اسهل حاجة انك تتدرب معايا، ومن اول العام، وده ارخص حاجة خالص. من غير تدريب يا باشا هشرح لك بعض الحاجات اللي تفيدك في الفيديوهات او زي الفيديو ده كده. سيبك من اللي انا بعمله، انا بسخن نفسي لان بقالي شهر ما لعبتش رومات، لو بحاول اتحرك لسه 1 2 يعني. واحد عالمي، انا داخل الروم دي بالواي فاي الهوائي، انترنت هوائي يعني زي بيانات الهاتف، بيطلع على 40 و30 و80 و100، وده طبعا بيؤدي الى ان الهفار عندي بيضيع كتير. وقدام عينك في الروم اهو، هخش بدايه الروم، الحركه سلسه معايا، توكلنا على الله. هقعد اجري ورا جامبل شويه، ان شاء الله عليه داخل يلعبني فول اوبن زي ما انتم مش شايفين. احاول ابش له، هوبا الافار مش احسن حاجه، اسحب نفسي اروح من الناحيه التانية. هو كراجل جدع هيجي يبوش. جيت مسكت السرد ده، بما ان دمي له، لو جه هنا وعمل جامب هيضربني لو انا واقف بعيد عن السرد، فلازم ابقى لازق في السرد. بعدها هعمل نفسي بجري وهرجع اعدي بري فاير على طول. هيكون هو طالع وفاكر انه هيجيبني من ظهري، فبجيبه في ثانيه. توكلنا على الله. هنا انا بعته غريزيا، هو مش بمزاجه قعدت انه يتحرك، لا دوت القابل لان الصوت اللي عايز يجيبني من ظهري على طول. هنا العالمي هيروح يمسك سرد، ما انصحش اي حد يمسكه لانه بيكتف حركتك وهيخليك مضطر تفايت منظور شمال. عمل حركه اذا كانت طلع بعيد عن السرد مباشر، بس انا كنت قاريها فثبت له البريفر، خدته 2 هيد زعلته جامد. لكن لو انا مش قاريها كان زمانه قاتلني في ثانيه. حاجه اساسيه في اي روم، لما تيجي تقف وبتهيل دمك وانت قاتل اللي قدامك، فاقف استغفر لك ثانيه ثانيتين كده، تخليك تركز شويه في الروم، وفي نفس الوقت ربنا بيوفقك. هنا العالمي هيغلط، وبدل ما يطلع فوق هيطلع فوق خالص. بكل بساطه واخده سلام عليكم، ما نلحقش وعليكم السلام. انا جامبل زي ما انتم شايفين حس نفسه مغفل شويه، هروح ابش عليه واطلع بجسمي انا الاول. كان عبء. هتيجي تطلع ضد اللي قدامك وتبدا بري فاير، تلقائي غريزين هيلاقي نفسه بيطلع برضه في المكان ده بالذات عند القطر يعني، لو اللي قدامك كمبوره. هنا هبدا اسبق بري فايرات. اطلع يا جامبل. جامبل اختفى. قلت من سرد لسرد هيمسك على الهاي، اخده جامب هينزل. يجي النقطه مهمه بقى، شايف هنا ايمي ضاع ليه؟ عشان اتاخرت في البري فاير. اي نعم عدلت ايمي في الاخر واقول لك عدلته ازاي، بس تاني من اهم اسباب ضياع ايمك، البريفر بتاعك المفروض مع طلعه اللي قدامك او قبل طلعته تبدا ضرب، عشان اللي مأسس يمسك فيه ما تحلوش قدامك. او اتاخرت في البريفر مرتين، الجام دمي 1 اتش بي في ثانيه، وايمي ضاع وبقيت احول. طيب لما الاقي ايمي ضايع، لو انا لسه ما متش هعمل ايه؟ تغير اسلوب حركتك، وقف ضرب جزء من الثانيه وابدا اضرب تاني، بس تغير اسلوب الحركه. دوج مدى، خليه واسع، امشي ماشي بوتات في عكس الاتجاه، اي حاجه. المهم انك تغير اسلوب الحركه اللي انت بتعمله وتبدا البريفر من الاول، عشان الايم يرجع يمسك في اللي قدامك تاني. بكرر، من اكتر اسباب ضياع الايم البريفر بتاعك مش صح، او انت بتلعب بسماعه ب 20 30 جنيه، فبالتالي عمرك ما هتعرف تظبط البريفر. فاللي عليك انك تدعمني ان شاء الله وتدعي ربنا يبارك لي، والله ان شاء الله اوزع عليكم 100 سماعه، ربنا يرزقنا بفضله وبرحمته. كانت 5-0 والحركه سلسه مره واحده زي ما انت شايف. بقيت حاسس ان انا كتاع مش عارف اتحرك لك من الجويستيك عندي صغيره. بص الافار بتاعي ولا كاني موجود. ده ليه يا عم صاعق؟ ناقل لك نت هوائي يعني بحالات، دقيقة حلو دقيقتين وحش. هتلاقي سلاسل الحركة مرة واحدة، بقيت حاسس ان انا كتع، احنا مين واحنا فين وهم ازاي وكانوا ايه. فالمفروض انت لما تخش روم، لو الروم دي مهمة او في حلبة او في اي مكان، بنجك مش احسن حاجة او الحركة مش سلسة، اطلع من الروم. هتخسر حتى لو انت يعني مستواك يفلق اللي قدامك نصين. بص هسبق بري فاير وكلها ولا كاني بعمل حاجه عالمي، تبدا تحس بقى ان اللي قدامك غالبك ومزعلك، طبعا مع اني لسه راجع اللعبه، فبالتالي مستواي مش احسن حاجه. لكن المفروض الطبيعي بتاع الفار بتاعي زي ما انت شايف، وانا بنج 20. بص اول ما ابدا ضرب وشه اتفلق 2 هيد، ده وانا بنج 20 20 في نفس الروم. ركز بقى في الكلات اللي بموت فيها، هتلاقي بنج 34 40. تقول لي هو البنج ده وحش يا صاحبي؟ والله يا اسطى لو الاول من سنه لا كان احسن حاجه، لكن حاليا للاسف البنج ده مش احسن حاجه، بالذات لو ضد عربي او حد من بره مصر. تخش الروم بنجو هو 20، انت بنجك 80، او لو هو مثلا في المانيا بنجو 9، انت بنجك هنا 80 106. سلاسة الحركه عندك مش موجوده، لكن هو الله اكبر ولا كانه بيشرب ميه. لو عملت ايه هو هيبدا البريفر بتاعه من هنا هيزعلك. بدأ اخويا جنبه اللي اتعادل معايا، خد عندك مش عارف اتحرك، اطلع تاني مش عارف امشي. انت متخيل؟ الجويستيك بتستجيب لحركتي متاخر،
فيبان ان انا عايز اعمل حركه غير اللي انا عايز اعملها ابدا، يعني مش دي اللي انا عايز اعملها، ده اسلوب الدوج اللي انا عايز اعمله. هبدا افوق على جمبولتي شويه. اللي عليك بقى انك تعمله زي ما انا عملت كده، لما تلاقي بنجك في الضايع ابدا سبق البري فاير بحبه حلوين، اللي هو اللي قدامك لازم يطلع يستلم الطلق بتاعك، تبقى ضارب انت قبلها بحبه حلوين حرفيا، اللي هو انت ضارب قبلها بثانيه ثانيه ونص. هبدا سبق البري فاير بتقل شويه. بص عندك هنا حاجه بتخش الجمبولتي دمجته ازاي، حاجه اخش اعمل دروب شوت، بص اللي هيحصل بنج 44 مط بطلقه. انت فهمت بقى ان انت محتاج يبقى بنجك 20، وان البنج لما يبقاش 20 انت هتموت بطلقه وهتلاقي موتات غريبه. يا سلام بقى ده لو انت مثلا 40 فريم واللي قدامك 90 بقاء لله، والله لو بتطير. هبدا فوق على جمبولتي شويه 10 9، انت هتصاحبنا ولا ايه؟ هرزعه فرق تمام بقى من اول هنا. هبدا اركز، للي مش عارف انا بسرح كتير في الرومات، طول ما انا ضامن ان الروم ان انا كسبها بفضل الله ببدا اسرح وما بتشغلنيش الروم، فبالتالي اللي قدامي بيبدا يجيب كيلات. لكن اول ما ببدا ارجع اركز معاه لما يجي يكسبني فرق واحد ولا يتعادل معايا، استلم بقى. هل هي لك بنج حلو بفضل الله، بنج وحش بفضل الله وتوفيق هتزعل. بس ده لو هو مصري بيلعب معاه ومن جوه مصر، مش سيرفر غريب. لكن السيرفرات الغريبه استلم، لو عملت ايه هتخسر برضك. هو بيبدا البري فاير انت هتموت. كلت ابننا جنبه الهدايه، هقوم انا ساحب. اطلع يا حبيبي، مش طالع. طب اطلع من الناحيه التانيه وأقوم مديله جنبها على طول. هنا زي ما انت شايف هو بدأ يشوفني في اماكن غريبة، اللي هو بيضرب على مكان غير اللي انا فيه. ده فرق النت بيني وبينه. هبدأ اروح ابش عليه، مش عارف اتحرك احسن حاجة. المهم ان انا ارطه اتضايق. هدي كام ثانية ان انا اعمل حساب انه هيعدي من الناحية التانية، واول ما اسمع صوته هضرب. زي ما انت شايف قبل ما يبدأ يضرب هو استلم بدل ما انا اللي استلم. اروح انا زي الحلو كده مفجر نفسي عشان معيش درع. ومعلومة، انا فتحت ميزة الانتساب للقناة هنا. الرجال اللي عايز تتمرن معايا برايفت في اللي هو الانتساب ب 300 وشوية ده. العام عادي من اول انتسابه ب 75، ده مفيش مشكله تنورنا. واللي محتاج يتدرب انتوا عارفين بحط لكم لينك الانستا. سمي الله وصلي على النبي ونكمل. هنا انا ماسك الهاي عايز اعمل حركه كده، بس الحركه مش اسلس حاجه معايا، واشرحها لكم الفيديوهات اللي جايه. فقعدت في زور هنا عشان ما يشوفنيش. هطلع اكله بري فايرايه حلوه كان بيها، همسك السلاح زي الفل. اللي مش عارف، لما بتشيل السلاح في نص الفايت او انت نازل من على هاي وانت بتجري، بتبقى حركتك اسرع بكتير. تيجي تمسك السلاح اللي قدامك ما يبقاش قادر يدي نسبه اللي هو يعمل عليك بري فاير صح، او يجيب الام عليك بالصح، فبتلاقيه بيلوش حبه كده على ما يعرف يجيب الام فيك. دخل من ناحيه اكيد هيطلع لي من التانيه، سمعت صوته بدات البري فاير، طلع استلم. وركز على اسلوب حركتي هنا، انا مشيت لقدام شمال كسرت ام غبيه. في دخلة الهانجر دي لما اللي قدامك بيخش بيطلع بعدها بثانيه، فجيت اسبب بري فاير اتاخرت شويه. وكان بها هنا جامبل بدا يبقى عجول، لما يلاقي اللي قدامك بيخسر فرق كده بتحاول تفاجئه. فبالتالي انا عامل حسابي ان هو دايما بعد البري فاير بتاعه هيطلع. هنا انا اتحشرت واستناه يجيلي في زاويتي، هقوم واكله هدين حلوين. كان بها لما الفرق بيبدا يعلى، لو اللي قدامك مش نخبه بيبدا يدي بقى تصرفات هبله زي اي لاعب في اللعبه. هيبدا يديك كلات فري، كان بقى هتزعله زعل جامد. ببص لقيت ان دي اخر دقيقه في الروم، محتاج اجيب كام في اخر دقيقه؟ محتاج اجيب 4 كلات. كان بقى جامبل تعالى احشرك بقى. الحاجه زي ديت لو انت مندمج اللي قدامك، اشتغل على انك تبعت روح يمين روح شمال، ابعت قبل ما تبوش، انت مش هتبوش. بعدها تاخد زاويه تنط فيها طوالي كده اللي هو تكتفه فيه. شوف بعته كام مره، هو مش جنب من الناحيه دي، مخه كبني ادم مش هيلحق يستوعب مهما حصل. فهتقتله، هتاخد الكل بسهوله باذن الله وفضل. هروح اجري على الارض بسرعه عايز الحق اموته تاني. لقيته طالع في الأول ما استوعبتهاش. دمجته ده مش حلو، طلع يجري. لما يمسك السرد ده ادي ثانيه وادي جنب على طول بضربه، لانه 90% هيجنب عليك تاني. اول ما يخش السرد ادي ثانيه ثانيه ونص وابدا جنب واضرب على فوق على هاي السرد. ما لقيتوش طلع من هاي السرد، اضرب على جنب السرد مباشر، لان انت لما بتجنب على انه هيطلع من الهاي ما بيطلعش، بيطلع من الجنب مباشر. ففي كلتا الحالات هتزعله. هنا انا مكتفه وهقعد الف حوالي حبه، بعدها انزل له شوف مكتفه، يعني تكتيفه رهيبه. اخر 8 ثواني الحق اجيبه ولا لا، مستني خاصيه المنع بتاعه تخلص. ده بقى طلع على السلم فاكرني ابقى في الناحيه التانيه، طلعت له مباشر. اكساء يا باشا. اخويا جنبه العالمي اصغر لاعب في كلان الصاعق، 12 سنه من الاحتراف. وللمعلومه هو لاعب كلاسيك تقيل فكك من التي ام. اللي عليك دلوقتي يا عالمي شير الفيديو. عايزني في اي حاجه الانستا تحت في الوصف، تليجرام برضك ستور تحت في الواتس لو محتاج اي اكونت اي حاجه، وتكون ضمان بفضل الله. وشوفوا عايزين ننزل الفيديو الجاي نصايح ولا مواقف، ولا نتكلم في اي قضيه دايره. سلام.